سؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس، سواء كانوا من صحاب السيارات او كانوا دراري لي ستاجير، اي انهم كيتعلموا هذا المجال ديال الاوتوموبيل بصفه عامه، وكيقول لنا واش الميكانيسيان يدير خدمه التريسيان ولا التريسيان يدير خدمه الميكانيسيان. فانا كنقول لك وحسب التجربه ديالي المتواضعه في هذا الميدان هذا، هو انه هاد الطوموبيلات اللي كاينين دابا حاليا ما تقدرش تفرق ما بين تريسيان وميكانيسيان. علاش؟ لانه مرتبط مع بعضياته. نعطيك دابا مثال، جات عندك طوموبيل فيها بروبليم ديال الانترناتور، خاصك تحل. دونك مادام غادي تحل فانت راك ميكانيسيان كتعرف تتعامل مع سوارتو، ولكن قبل ما تحل فكيحتاج منك دير واحد التشخيص باش بلاباراي اذا انت راك تريسيان. هنا كتفهم بان هي علاقه متكامله. وغادي نزيد وغادي نشرح لك. مثلا حليتي هذاك الانترناتور وبدلتيه بواحد اخر، بقى عندك نفس المشكل، شنو غادي دير؟ خاصك تحتاج شيما الكتريك وتتبع السيركوي ديال السيركوي تشارج، وتعرف شنو هما لي كومبوزون اللي مسؤولين على الشارج، وشنو هما لي ديود ديال الشارج، وشنو هما الفيزيبلات ديال الشارج. وهاد المعلومات كامله حاليا فالتكنيسيان الحديث اللي كاين دابا، سواء اللي كيتخرج من الاوف بي بي تي او اللي كيتخرج من المراكز التكوين الاخرى اللي كتكون في البريفي، فكيخدم الكتريسيتي ولا ميكانيك. دونك هو كيجمع بيناتهم بجوج. فاخر حاجه اللي نقدر انني نقول لك فانه ما تقدرش تفرق ما بين تريسيان وميكانيسيان. هادشي كان قديم، اما دابا حاليا فكتعرف ان الطوموبيل ما بقاتش غير ايسانس او ديزل، فولات عندنا الطوموبيل هيبريد. دونك كيفاش هيبريد؟ موتور ايسانس وموتور الكتريك هما مرتبطين مع بعضياتهم. فما يمكنش لك تخيل انه واحد النهار غادي تفرق تريسيان على ميكانيسيان او لا ميكانيسيان على تريسيان. والتكنولوجيا والتقدم غادي نحو انه السيارات تكون 100% الكتريك، ولكن غيبقاو عندنا لي زامورتيسور، غيبقاو عندنا لي شاب، غيبقاو عندنا لي كاردون، غيبقى عندنا ديريكسيون، وهادو كاملين بياس ميكانيك. فخلاصه القول من هذا لا فيديو هذا اللي بغيت نوضح به لاخواني المتعلمين او لا اصحاب السيارات، فانه الطوموبيل كتقدر تخدم الكترو ميكانيك. واكثر من هذا كاين بعض الطوموبيلات اللي كيحتاجوا منك انك مثلا تنيطوي الفاب او الكير، وتحتاج انك دير لها لا روجينيراسيون بلا باراي. دونك ما يمكنش غادي تمشي تعيط على واحد اخر هو اللي غيدير لك هذه الخدمه، خاصك انت تعلم ودير هذه الخدمه. فخلاصه القول انه الا كنتي ميكانيسيان حاول انك تتعلم لا باز ديال الالكتريسيتي، والا كنتي تريسيان حاول تعلم لا باز ديال لا ميكانيك وتطور بالمستوى ديالك. كانت هذه النصيحه ديال اليوم. سكان اوتو اكسبير كيحييكم. ما تنساش الا وصلتي لهنا دير متابعه على هذه الصفحه وتبارطاجي مع غيرك باش يستافد. السلام عليكم.